على الواقعه اللي كنا شفناها ديال الفيديو ديال تحرش بعض المراهقين بواحد الفتاه في الشارع العام. منظر اللي صدمنا كاملين نحن كمغاربه، اللي بطبيعه الحال حنا في واحد البلد الذي يسوده القانون ويسوده الاحترام، واللي بطبيعه الحال كنخافوا على الصوره ديالو امام الاجانب. هاد الواقعه هذه اللي وقعت فكرتني في مصر، وبهاد الوقائع ديال التحرش اللي كاينه في مصر، واللي حنا بطبيعه الحال كدوله منفتحه ودوله تتامن بالحريه الفرديه، فاحنا ما كنقبلوش بحال هذوك التصرفات. اللي بغى يلبس شي حاجه يلبسها، والمراه عندنا في المغرب والفتاه بصفه عامه هي انسان مكرم في البلاد وكنحترمه، رغم اننا نقدروا نختلفوا معاه على طريقه اللبس وطريقه التفكير، فاحنا كنحترموا المراه المغربيه. وبالتالي فهذاك التصرف اللي وقع من عند هذوك المراهقين ما هو الا دلاله اخرى على داك الشيء اللي كنت قلت ديك المره في ذاك اللايف ملي فتحنا موضوع الهجره، وان براج في عمرهم 10 سنين و9 سنين بغاو يهاجروا. دابا هادو اللي تحرشوا بهذه الفتاه واللي قعدوا تيلعبوا اللي يقيسوا المناطق الحساسه ديالها، هما هاد الناس اللي بغاو يحاربوا، هما هاد البراج اللي بغاو يحاربوا، هما هادو. المشكله ماشي في الهجره، المشكله في العقليه وفي التربيه، والمشكله في الوالدين اللي كيولدوا تيطلقوا، تيولدوا ما تيربيوش. ملي كتشوف الدري في عمره 6 سنين وفي عمره 5 سنين وفي عمره 4 سنين كتلقاه في الزنقه حتى 9 الليل كيلعب كره وتيلعب مع الدراري، هذاك الولد ما مربيش ووالديه ما مربينش وما عرفوش يولدوا لينا واحد الطفل اللي هو صالح للمجتمع. ما رايناه الان هو عار على المجتمع المحافظ اللي كنعيشوا فيه. هما هادو اللي بغاو يحاربوا، هما هادو ولدو طلق. لا ما كتجيش معايا الكينه، كتجيش معاك الكينه اختي، سيري ديري عطا الله موانع اخرى الحمل. كتولدو طلق، ها هي النتيجه ديالو، ولدو طلق. وراه اللي ما رباوش والديه راه تيربيه المخزن. الحاجه ما تجيش تبكي علينا، لا ولدي كان ظريف حنا ما عرفناش، والله الا تصدمنا فيه، والله ما عرفنا. الحاجه ما ربيتيش ولدك ولا ما ربيتيش ولدك، القانون غيربيه والمجتمع اللي غيربيه. ففي العوض ما تخلقي ما تطلقي هذاك الولد، تولدي وتطلقيه، ربيه. حيت الا ما ربيتيش انت اللي حن عليه وانت باك اللي حن عليه من المجتمع، غيربيه المجتمع وغيربيه القانون. هادشي اللي كاين، حيت حنا في دوله تيسودها المؤسسات والقانون. كايناش السيبه، حنا ما عايشينش في الغابه. اللي بغى يولد شي حد يربيه قبل ما تطلقوا للزنقه. ايوا المهم هذا هو التعقيب ديالي على هذه الحادثه اللي وقعت لي. هي حادثه مؤسفه صراحه، وما موالفينش كنشوفوها في المغرب. حادثه اللي غريبه جدا علينا حنايا. دابا واش غير واحد مثلا عندنا اسره متحرره مثلا فكريا، ما فهمتي واسيدي، هاد الناس لا دينيين، حنا نمشي معاك انا سيايو، عندنا ابات وام لا دينيين، ورباو هذيك البنت قالوا لها لبسي اللي بغيتي، حيت لبسي اللي بغيتي ثاني كاينين في حدود، ما غاديش تمشي لابسه لك الدو بياس، لابسه بحال هذيك لابسه غوب صواغي ولا داكشي ياك. واش انت من حقك تقيسها؟ واش انت من حقك تضربها؟ واش انت من حقك تقيس لها مناطقها الحساسه؟ ما من حقكش. شتي الا شتيها لابسه الدو بياس خارجه، صير عيط للبوليس، عيط للبوليس. ولكن باش تمد عليها يديك لا حيت والديها ما رباوهاش. حنا ما عندناش شرع اليد في هذه البلاد، هذه البلاد تيحكمها القانون اخويا، ما عندناش شرع اليد. ترى ماشي في زمن الكفار وقريش، لا حيت هي ما رباوهاش ولادها انا غنقيسها. ايوا هذا اسمح لي، هذا لا ما غادي نهضروا نبعدوا النقاش على التربيه الجنسيه وهذا الكبت اللي كاين مخلوق في الشباب، شي بلا ما نهضروا عليه. ولكن ما تعطيكش الحق اخويا، حنا بلاد المسلمين هي اخويا. شوف والدي رباو بنتهم على الحشمه، راه رباو ولادهم على الحشمه. وبلا ما ندخل معاك ثاني في واحد النقاش ديال وحده راه تلقاها متحجبه وهذا وتيدوروا بها. غتقول لي لا ما كاينش هذا الشيء، غنقول لك اخويا انا مرتي واحد المره كانت حامله وقف عليها واحد. مرتي حامله، مسألة ما عندهاش علاقه واش لابس ولا ما لابسش. ومرتي في واحد الوقيته كانت متحجبه وتصروا عليها وهي متحجبه. يعني هذه المسألة ما عندهاش علاقه، هذه المسألة عندها علاقه بالتربيه. اللي مربي راه مربي واللي ما مربيش راه ما مربي.